أبو عمر بكمل على كلامك. مدرب عظيم، فكر عظيم، سيرة رائعة، بس لازم يعرف أنه يدرب نادي الهلال بطل آسيا. وهذا اللي احنا بنقول. الهلال له أسلوبه، الهلال له أسلوبه. أنت ما حد تكلم عنك، أنت مدرب عظيم، فكرك عظيم، سيرة ممتازة، بس تراك أنت تدرب فريق الهلال بطل آسيا. بمعنى أنك أنت لازم يعني تغير طريقتك؟ تتفهم أنك تغير طريقتك. أكيد. ايش اللي خلى الهلال اليوم من الأيام مشي جارديم؟ طيب احنا لا، انا ما ابغى ادخل في تفاصيل. لا اعرف يعني أنا أبغى في مدربين يتمسك بطريقته أكرم. مهما كان المدرب. في الوقت اللي بتكلم فيه انا بتكلم هلالي، من نظرة هلالي مشجع. انا لما اجي اقول انك انت اليوم عملت عمل وسويت شيء على تكتيك معين في المباراة، هل هذا هو نهج الهلال في كل المباريات؟ هذه هنا يبان. صح؟ صعب. هذا رقم واحد. الشيء الثاني، انت اليوم عملت الشوط الاول عمل عظيم، هل بعد خسارة بعض المفاتيح عندك حلول؟ طيب انت نزلت 4 مدافعين، كيف اهداف الاهلي جت؟ صح. كلها عرضيات، وعرضيات واثنين بالراس. اثنين بالراس وعرضيات، واحد بالرجل من ايفان توني وواحد بالراس والكورنر. إذا وش ال4 مدافعين؟ و4 مدافعين طوال، يعني ما هم ما قيمة ال4 لأن هي مو بالكم، هي بالتوظيف. ما هو هذا اللي يسأله يمكن أكرم قبل شوي سامي لك، إنه وهو يلعب بالطريقة الدفاعية يتلقى 3 أهداف، إذا لما يفتح اللعب هل سيتلقى؟ هل سيكون الوضع صعب بالنسبة للهلال اللي أنت تطالب فيه أو يطالب فيه أكثر اليوم الهلاليين على إنه يرجع الهلال زي ما يقول حسين لطريقته المعتادة؟ وأضيف لك نقطة سامي عشان أعطيك الموضوع كامل. اليوم مالكم هو رجل المباراة، وهذا يعطي سؤال مهم. هل أنت تقصد أنه اليوم الخيارات عند الهلال لما يبغى يعوض لاعب يغير الفريق ما هي موجودة على الدكة؟ المشكلة في أي فريق عندما يخرج لاعب واحد يتغير شكل الفريق، إذن هذا في نقص. يعني لسه لازم يكون شكل الفريق مهما كان مجموعة وليست على فرد، لكن بالأسلوب اللي كان يلعب في نادي الهلال كان رقم واحد مالكم. لأنه زي ما قال أبو صالح نقطة مهمة، أنه إذا بغيت تلعب بهذه الطريقة عليك إيجاد الأدوات المناسبة، أفضل أدوات مناسبة وقلناها قبل، وإحنا قبل على اللايف، مالكم وسالم ونونيز كمحطة، والعمل الكبير والقادمون من الخلف ما منحضر، مثل ثيو تكلمنا، ثيو هرنانديز متمرس طبعا. لكن بعد هذا وش الحلول الموجودة؟ في بعض اللمسات وفي الكرة الموجودة في نادي الهلال، الكواليتي موجود، لكن هل في حلول أخرى غير هذه؟ أنا أعطيه فقط العذر اللي أعطيه، أقول لك والله يعني بدنيا ما كانوا جاهزين الفريق، برضو هذه فيها الإعداد البدني. لكن الطريقة اللي أنا مبسوط فيها الشوط الأول 3-0 أوكي، بعدين 3-3 هذا